مدام احلام، ازاي؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله كويسة. النهارده اليوم التالت لنا على العمليه. شاء الحمد لله كويسين. الحمد لله. عمليتنا كانت كبيره شويه، عملنا شفط وشد. إيه الاخبار؟ الحمد لله كويسة. كويسه الحمد لله. الحمد لله. قولي لي ايه رايك في الرعايه وفريق العمل؟ حاجه ضايقتك؟ اتبسطتي؟ الحمد لله. كرعاية ما صراحة ما في أحلى من كده، من الكادر اللي مع الدكتور طارق كلهم كويسين، من التخدير للاهتمام، النظافة، غرفة العمليات، الممرضة برضو. والدكتور طارق صراحة كنت قبل العملية خايفة جدا، مرعوبة، وكنت بقول لا مش هعملها لاني مش فاهمه هيحصل ايه، وكنت قلقانه كتير. بس اول ما شفت الدكتور طارق طمني، والكادر شفته معاه مهتم بيا جدا بطريقه انه خلاص سلمت نفسي الدكتور طارق وانا مطمنه خالص. والحمد لله عملت العمليه، ودلوقتي زي ما انت شايفه بقيت كويسه باهتمام طيب الدكتور طارق. كان معايا اول باول كل حاجه، ما سابنيش لغايه دلوقتي، وبطمن عليا كل شويه، والفريق اللي معاه والممرضة برضو بتاعه هي معايا على طول، ما سابتنيش كاهتمام. بصراحة فوق متوقعات بالاهتمام، وربنا يخليهم، والحمد لله. الحمد لله دايما.